الطاكسي غادي يقرر باش يبقى يخدم بالليل باش يحسن من المعيشه ديالو. واحد النهار وهو خدام مع ديك 3:30 ديال الفجر غادي يوقفوا واحد الشخص وكان لابس كلشي كحل وقال ليه ديني للمقبره. الطاكسي غادي يتعجب وقال شكون هذا اللي غادي يمشي للمقبره في هذه الوقيته، وإلا كاع مشى للمقبره اش غيدير تما بالضبط. ومن بعد مده قصيره مول الطاكسي غادي يبدا يشم شي ريحه ماشي هي هذيك، كيشم ريحه التراب القديم وريحه الدخان. ومن بعد غادي يكتشف باللي هذاك الشخص اللي ركبوا معاه ماشي بني ادم. القصه ديال اليوم غيحكيها لينا عمر من مدينه خريبكا، خدام شيفور ديال الطاكسي، عنده 38 عام، مزوج وعنده وليد كيقرا في الابتدائي في عائله متوسطه، ما عندوش وما خصوش كما بزاف ديال العائلات المغربيات. ولكن مؤخرا عمر غادي تزير عنده القضيه شويه وكثر عنده الصير، هالكرا المصروف ديال الدار، المصروف ديال الدري حتى هو، وحتى الطاكسي باش كان خدام عمر نقصات الروسيطه ديالو بزاف بالنهار. المهم عمر زاد عنده الضغط بزاف في الايام الاخيره، وكل مره كان كيجي فيها عمر للدار كان كيلقى شحال من حاجه خاصه، ولكن للاسف ما كيكونوش عنده الفلوس. وحتى الشهر قرب يسالي وخاصو يخلص الكرا ديال الدار، والطاكسي حتى هي كان كيخلص عليها شي حاجه كل شهر. وبسبب هاد الضغوطات كاملين عمر غادي يقرر باش يزيد السوايع ديال الخدمه ديالو حتى لليل، حيت قال لك عمر باللي الكليان ديال الليل ماشي بحال ديال النهار، والكليان ديال الليل كيخلصوا اكثر من الكليان ديال الصباح، وحتى الثمن ديال الليل كيكون زايد شويه. وفاش غادي تدوز تقريبا سيمانه وعمر خدام بالليل ويلاه بدا كيولف الاجواء ديال الليل، والكليان حتى هما كيولفوه. واحد النهار مع ديك 3:30 ديال الليل عمر غادي يسالي الخدمه ديالو وغادي يقرر باش يرجع للدار ديالو. وعمر راجع في هذيك الليله وبغى يقطع الدرب اللي كان ساكن فيه، واحد اللحظه عمر غادي يبان ليه شي واحد واقف فوق الطريطوار وما كيتحركش، وهذاك الشخص هز يدو بشويه بحال الا تيشير لعمر باش يوقف. وعمر غادي يوقف الطاكسي باش يشوف هذاك الشخص شنو بغى. فاش غادي يوقف عمر الطاكسي هذاك الشخص بلا سلام ولا كلام غادي يحل الباب ديال الطاكسي وجلس في الكرسي الوسطاني ديال الطاكسي اللور. هنا عمر غادي يتعجب لهذا الشخص وما قدرش يشوف ليه حتى في وجهه كيفاش داير. عمر غادي يديماري الطاكسي وهو ما مرتاحش لهذاك السيد. قال عمر ياك ما هذا شي شفار ولا شي واحد اللي يقدر يهديني في الطريق. المهم عمر ما غاديش يرتاح لهذاك السيد. هنا عمر غادي يسول هذاك الشخص وقال لي فين غادا الشريف. هذاك الشخص غادي يرد على عمر بواحد النبره اللي غليظه شويه وقال لي ديني للمقبره اللي كاينه في الطريق فلانيه. عمر غادي يزيد يتعجب لهذا الشخص فاش قال لي ديني للمقبره وغادي يخاف منه. شكون هذا اللي غادي يمشي للمقبره في هاد النصاصات ديال الليل؟ وهنا عمر غادي يقرر باش يكسر هذاك الخوف اللي كان فيه وقال لهذاك الشخص ياك لاباس الشريف واش عندكم شي عزاء غدا ولا شنو؟ وهذاك الشخص بكل برود غادي يرد على عمر بواحد النبره اللي غليظه بزاف وقال ليه لا ماشي عزاء. عمر غادي يحس بحال الا هذاك الشخص ما بغاش يهضر معاه وغادي يزيد الخوف ديالو. حاول عمر باش يشوف الوجه ديال هذاك الشخص من المرايه وغادي يلاحظ عمر باللي هذاك الشخص ما عندوش الملامح في وجهه تقريبا كان كيبان لعمر كامل كحل. هنا عمر غادي يقول باللي غير حيت كاين الظلام داكشي علاش ما قدرش نشوف ليه وجهه وغادي يكمل الطريق ديالو. عمر وهو في الطريق ديالو للمقبره غادي يحس بحال الا الوقت ثقل بزاف والطاكسي حتى هي كتبان ثقيله بزاف. واخا كان عمر في هذيك اللحظه مكسيري حيت نورمالمون ديك الطريق للمقبره عمر كان كيدير فيها 8 دقائق الا تعطل كيدير 9 دقائق، ولكن هاد المره دازت 20 دقيقه كامله. والو تقول واش بغات تبان هذيك المقبره. ومع داك الخوف اللي كان في عمر دقيقه كدوز عنده بحال ساعه. واحد اللحظه عمر غادي يقول لهذاك الشخص واش ننزلك حدا الباب ديال المقبره ولا غير شي بلاصه حداها. هذاك الشخص غادي يقول لعمر حطني حدا الباب الكبير ديال المقبره وما تبقاش تسول بزاف. عمر تصدم من الجواب ديال هذاك الشخص وبقى تيعرق والجسم ديالو كامل بقى تيرتجف. وبقى عمر تيقول يا ربي تحفظني غير هاد الليله ما نبقى نزيد فيها حتى ليله في هاد الطاكسي. واخيرا عمر غادي يوصل للسور ديال المقبره وغادي يشد الفران بالضبط قدام الباب وغادي يقول لهذاك الشخص على سلامتك الشريف راه وصلنا للمقبره ها هي. وغادي يدور عمر وجهه باش يشوف هذاك الشخص واش نزل، ولكن عمر فاش غادي يدور وجهه ما غادي يلقى حتى شي واحد. هنا عمر غادي يبلغو البارد وغادي يشم عاوتاني نفس الريحه اللي شمها قبل فاش طلع مع هذاك الشخص اول مره، ريحه التراب القديم والدخان بحال الا هذاك الشخص باقي راكب معاه اللور ولكن ما كاينش. هنا عمر بلا ما يفكر بزاف هنا عمر غادي يديماري الطاكسي ديالو وكسيره وما بقاش تلفت لهذيك المقبره. عمر ما غادي ينقص من السرعه ديال الطاكسي حتى غادي يوصل للدرب فين كان ساكن. عاد غادي يرتاح شويه ولقى واحد مول القهوه كيعرفوه في الدرب يلاه كيحل القهوه ديالو وغادي يحبس الطاكسي قدام هذيك القهوه باش يرتاح شويه ويشرب ليه شويه الماء
من بعد كاع داكشي اللي عاشو هذيك الليله. مول القهوه اللي كانت سميتو حسن فاش شاف عمر في هذيك الحاله غادي يسولو، قال لي ياك اودي شي باس ما كاينه السي عمر، مالك شنو وقع ليك؟ وعمر يلاه كان ناوي باش يعاود لمول القهوه داكشي اللي طرا ليه، ولكن غادي يتفكر عمر باللي هذاك مول القهوه يقدر ما يتيقوش ولا يقول عليه حمق ولا شي حاجه. وعمر غادي يقرر باش ما يعاود لحتى شي واحد شي حاجه حتى يفكر مزيان في داكشي اللي طرا ليه. وفعلا عمر غادي يقول لهذاك مول القهوه باللي ما كاين والو، وباللي غير باقي ما ولفش الخدمه بالليل، داكشي علاش عيان شويه وغادي يمشي لدارو باش يرتاح. في الدار عمر غادي يحاول ما يبين والو لمراته وولدو ومشى ديريكت ينعس، ولكن عمر ما غاديش يقدر ينعس، غير كيغمض عينيه وكيبدا يديه النعاس وكيبدا يحلم بنفس هذاك الشخص اللي ركبوا معاه في الطاكسي وهو تيقول ليه نوبتك جايه ستي عمر، وكيفيق من النعاس. ومراته غادي تعرف باللي راجلها ماشي هو هذاك وما كانش على طبيعته، خصوصا ان عمر كان كيفيق مخلوع وكله عرقان. فمراته فاش غادي تسولو مالك، عمر غادي يعاود لمراته داكشي اللي طرا ليه باللي ركب معاه شي واحد بالليل وفاش وصلوا للمقبره ما غاديش يلقاه. عمر ما كانش متوقع باللي مراته غادي تثق بهذاك الشيء اللي عاود ليها. قالت ليه باللي الا كانت هذه الخدمه ديالي غير بحال هكا نديرو بالنقص منها ونشوفوا شي حل اخر. ولكن عمر حيت ما كانش باغي عائلته يكونوا مخصوصين من شي حاجه وحتى الشهر قرب يسالي وباقي ما جمعش الفلوس ديال الكرا، غادي يقرر باش يكمل في الخدمه ديال الليل. ولكن هذيك الطريق اللي كتدي للمقبره غادي يقرر باش ما يبقاش يدوز منها. وعمر غادي يفطر وخرج من الدار ومشى للخدمه. في الخدمه عمر غادي يقابل واحد الصديق ديالو كان حتى هو عنده طاكسي. عمر فاش غادي يعاود ليه داكشي اللي طرا ليه، هذاك مول الطاكسي غادي يبقى ساكت شويه وقال ليه وعلاه انت ما فراسكش السي عمر؟ وغادي يقول لي عمر شنو اللي ما فراسيش؟ قال ليه باللي بزاف ديال الدراري كنعرفهم كانوا بحالك خدامين في الطاكسي، حتى هما كيعاودوا باللي طرا ليهم بحال هذاك الشيء اللي طرا ليك، خصوصا في هذيك الطريق ديال المقبره. ولكن حتى واحد ما عنده شي دليل على هاد الهضره اللي تيقولوا، ولكن كلهم كيقولوا نفس الهضره باللي طلعوا معاهم شي واحد بالليل ومن بعد اختفى. من بعد الهضره ديال مول الطاكسي عمر غادي يزيد يتاكد باللي هذاك الشيء اللي طرا ليه هذيك الليله كان بصح. ومن بعد 3 ايام عمر غادي يجي حلم باللي ركب معاه عاوتاني هذاك الشخص، وفاش وصلوا للمقبره هذاك الشخص غادي يقجو من عنقو وكان غادي يقتلو كون ما فيقاتوش مراته حيت كان كيغوت. هنا مراته غادي تدخل عليه بزاف لدرجه انها قالت ليه باللي غتولي تخدم حتى هي باش نتعاونوا على المصروف ديال الدار وبالنقص من هذه الخدمه ديال الليل. هنا عمر غادي يبقى غير ساكت. وواحد اللحظه غادي يجي عنده ولده من البيت الاخر وقال ليه ولده بابا واش الطاكسي ديالك شعلات فيها العافيه البارح؟ عمر غادي يتصدم من الهضره ديال ولده وغادي يقول ليه لا ولدي منين جبتي هاد الهضره؟ قال ليه ولده باللي حلم البارح باللي شي واحد ما عندوش الملامح شعل ليك العافيه في الطاكسي ديالك، وبقى تيقول ها انت جبتيها في راسك با عمر. هنا عمر كان غيحماق حيت القضيه ولات فيها عائلته اللي دار هاد الشيء كامل اصلا على قبل الراحه ديالهم. هنا عمر في هاد اللحظه غادي يهز الجاكيطه ديالو وغادي يخرج من الدار وغادي يمشي ديريكت للباركينغ اللي كان حاط فيه الطاكسي. عمر فاش غادي يوصل عند الطاكسي ديالو غادي يتصدم حيت غادي يلقى الطاكسي ديالو كامله محروقه. عمر لقى الطاكسي ديالو محروقه بواحد الطريقه اللي ماشي عاديه، والحاجه اللي شدت الانتباه ديال عمر هو انه كانوا بزاف ديال الطوموبيلات حدا الطاكسي ديالو بالضبط، وهذوك الطوموبيلات كاملين ما وقع ليهم والو والعافيه شدات بالضبط في البلاصه فين كاين الطاكسي. عمر غادي يشم في الطاكسي ديالو ريحه الدخان والبخور والتراب القديم، وهاد الريحه نفس الريحه اللي شمها هذاك النهار فاش طلع مع هذاك الشخص هذيك الليله. وفاش غادي يسول عمر العساس ديال هذاك الباركينغ قال لي هذاك العساس باللي انا كنتعجب لهاد العافيه منين جات لهذا الطاكسي، حيت انا اصلا بالليل البارح كنت حدا هذا الطاكسي ديالك وواحد اللحظه عدلنا فجر ومشيت نصليه، وفاش رجعت لقيت الطاكسي شعلات فيها العافيه، واخا حاولت نطفي هذيك العافيه ولكن تقول واش بغات تطفى وما غادي تطفى حتى غادي تحرق الطاكسي ديالك كامله. وهنا عمر غادي يحزن بزاف وغادي يتدمر وما عرف شنو غيدير. الطاكسي اللي كان معول عليه واللي دوز نص حياته كامله فيها غادي تحرق ليه بين ليله وضحاها. وبقى عمر تيفكر شنو غيقول لمراته حتى هي. فاش غادي يوصل عمر للدار غادي يعاود للزوجه ديالو داكشي اللي طرا ليه بالضبط. مراته فاش غادي يعاود ليها عمر داكشي اللي طرا ليه غادي تفكر الهضره اللي قال لهم ولدهم في الصباح باللي حلم بالطاكسي تحرقات، وغادي تدخل عليه وغادي تمشي للمدرسه وغادي تجيب ولدها. وهنا عمر غادي يقرر باش يمشي لعند واحد الفقيه كان كيصلي بالناس في الدرب اللي كان ساكن فيه عمر. فاش غادي يوصل عنده عمر وعاود ليه كاع داكشي اللي طرا ليه في الطاكسي، الفقيه غادي يبقى ساكت واحد المده اللي طويله وغادي يقول لعمر واش عاودتي هذا الشيء اللي طرا لك لشي واحد اخر من غيري انا وعائلتك؟ قال لي عمر اييه، عاودت لصحابي موالين الطاكسيات وحتى هما كيعاودوا باللي وقع لهم نفس هذا الشيء اللي طرا ليا في نفس البلاصه. غادي يقول لي هذاك الفقيه
هاد الشيء اخر مره باقي تعاودو لشي واحد اخر، حيت هذاك الشخص اللي ركبتيه معاك هذيك الليله ما كانش بني ادم، هذاك اللي ركبتيه معاك هذيك الليله راه كان جن، وكينتمي لواحد الفصيله كيقولوا ليهم الجن ديال القبور. وهاد الماركه ديال الجن بالضبط كيتقلقوا فاش كيهضر عليهم شي واحد وكيبغيو يمحيو ايتها دليل كيجمعهم بهذاك الشخص اللي شافهم. والحاجه الوحيده اللي كانت جامعه بينك وبين هذاك الجني هي هذيك الطاكسي، وها هي حرقوها. وممكن حتى يأذيوك انت وعائلتك الا بقيتي كتهضر عليهم ولا عاودتي لشي واحد اخر هاد الشيء اللي طرا ليك. وغادي ينصحوا الفقيه باش ينسى هاد الشيء اللي طرا ليه، وغادي يقرا عليه شويه القران من سوره البقره، وقال ليه باش يحافظ على قراءه القران واخا يكون خدام. المهم تكون طالق القران في الراديو ولا شي حاجه، المهم ما تفرطش في القران. ورجع عمر لدارو عند عائلته. قال عمر باللي هذيك هي اخر مره عاودت لشي واحد هذاك الشيء اللي طرا ليا هذيك الليله، وباللي انا دابا قدرت ندبر على واحد الطاكسي واحد اخر وبعدت كاع على هذيك الخدمه ديال الليل، حيت الوضعيه تحسنت عندي شويه وحتى الخدمه بالنهار رجعت مروجه. وباللي انا دابا مواظب على قراءه القران، وفي اي وقيته كنقدر نقرا فيها القران كنقراه، وحتى هذوك الاحلام الخايبين ما بقاوش كيجيوني بزاف. وكيقول عمر باللي هذا الشيء اللي طرا ليه كان بصح، وكنصح اي واحد باش يقرا القران الكريم، حيت القران كيبعد عليك بزاف ديال الحوايج اللي ما تقدرش انت ترد ليهم البال.